النهاردة جولتنا في أرشية، والفرع ده جنب مديرية الأمن في شارع بورسعيد في درب سعادة مول وكالة الأزهر. أرشية موجود هناك، وده وكيل معتمد من الشركة نفسهم، يعني ما تقلقوش. الشنط كلها هناك مختومة بالختم ومكتوب عليها الصناعة. طبعا أرشية غنية عن التعريف، هي شركة ألمانية، ده غير إنها شركة عالمية. يعني انت بتاخدي الحاجة منها وانت مغمضة. وكمان اطقم الحلل عندهم جرانيت كوري، احنا ده طبعا عارفين الصناعة الكورية قد ايه، يعني هي حاجة عظيمة. طقم الحلل الكوري ده عامل حوالي 22,000 جنيه، بس مجرد ما انت تمسكيه شوفي خامته عاملة ازاي، هتحس انك عمرك ما شفتي حلل في حياتك. عندك الاير فراير بتاعتهم، برغم ان أرشية ماركة معروفة، الا ان الاير فراير عندهم بتبدأ من 7000 جنيه، وده بالنسبة لماركتها وبالنسبة لجودتها. لا، هي سعرها قليل جدا جدا جدا. احنا دخلنا هنا عملنا جولة في الفرع ده، ودي كده اطقم الشاي، شكلها كلاسيك جدا، تحسوها كده تركي. وفي منها المودرن، في منها المشجر، في منها السادة، يعني حسب ما يجي في بالك انت هتلاقي. وعندهم كمان طقم الشربات البوهيمي. طبعا البوهيمي غني عن التعريف. عندهم البوهيمي فيه نسبة كريستال 25%، وعندهم كمان البوهيمي فيه نسبة كريستال 10%. اللي هو 25% بيتهيألي بيبدأ من 6000، وكمان 10% بيبدأ من 4000. بس بجد تحفة. الختم بتاع البوهيمي موجود على طرف الكاسات. الشركة مضمونة جدا، عندها كل حاجة انت تتخيليها، اطقم صيني، اطقم عشا، شنط المعالق بجد تحفة. ودي بتبقى تقفلها في تركيا، وخامتها مش هتلاقيها، ولما تمسكيها هتشوفي هي عاملة ازاي بجد. حتى اطقم الخشاف او اطقم اللي هي بتاعت باقي الفاكهة موجودة عندهم. بص اشكال الكاسات عاملة ازاي، كوبايات الشاي عاملة ازاي. عايزه اقولك ان مهما كنت بتحلمي بشكل الكاسات، اقولك انت هتلاقيه هنا. يعني بجد حاجه كده مميزه ما بلاقيهاش في المحلات عموما. يعني في المحلات بحس ان الموجود اغلب الحاجات اللي هي العاديه الشعبيه، لا هي مستورداهم. دي الاطقم بتاعه العشاء بادئه من 3000 ونص، بس شكلها يجنن، وفي منها اشكال كتير. وبرضو في مكاوي. واحب اقولك ان الاير فراير كمان عنده مش العاديه، عندك اللي هي بتسوي الرز وبتطبخ وبتعمل كل حاجه. وكمان عنده الكبه، عنده المكن بتاع القهوه، عنده المكنه بتاعه الوافل، عنده الشوايه، متوفر عنده كمان التوستر، الخلاطات، المفرمه بتاعه اللحمه الكهربائيه، مضرب البيض، ولا حله الضغط عنده خطيره. متوفر عنده كمان اطباق الفاكهه، بونبونيره. وعنده الكاتل برضو، عنده الكاتل الازاز، عنده الكاتل الستانلس. بس الستانلس كل ده شغل أرشية. يعني كل اللي انا بقولك عليه ده شغل أرشية. عندهم اطقم الصيني بتبدأ من 5000 لو انت طالعة. يعني حاولوا تلاحظوا معايا كده، هو عامل كده زي ايه ورقة وكاتب تحتيها السعر، واللي هو اللي كل اللي تحتها ده بالسعر ده. بتهيألي الجزء ده عامل 7000 جنيه. بس بجد الاشكال هناك تجنن. بص في حتة باينة من طقم الحلل جميلة. لا انا حاسة ان انا عمري ما شفت حاجة زيها كده قبل كده. طقم الصيني ده شكله شيك جدا. هو مش غالي، عامل 8500، مكتوب 8500. هو بالنسبة لشكله وسعره حلو جدا. تحت هي اطقم السكاكين. اطقم السكاكين برضو متقفلة في تركيا. يعني هما بيقفلوا في كوريا، يا في تركيا يا في الصين. والصين مش معناها ان هي خامتها وحشة خالص. الصناعة الصينية دلوقتي ليها مركزها وليها قيمتها. فهو التقفيل في الصين مش معناه الحاجة اللي قدامي خامتها وحشة او ان هي حاجة مضروبة. بالعكس، الحاجة دلوقتي خامتها حلوة جدا. روحوا شوفوا بنفسكم. كل حاجة هناك مضمونة. واسعار الصيني زي ما تحبي. انا متهيألي ما شفتش اسعار بره اقل من اللي هو ال5000، يعني مش هتلاقي اقل من 5000. دلوقتي هوريكم بقى الاشكال بتاعت شنط المعالق. شنط المعالق مختومة تحت ب... بالاسم بتاع أرشية، بلس ان معاها ضمان. يعني انت معاكي ضمان على المعالق. متخيله ما بتحصلش ان يبقى معاكي ضمان على المعالق. في هنا ستاندات برضو للمعالق،
تحفه. بص الستاند الجولد ده شكله شيك جدا، ده فيه معالق كبيره، شواك كبيره، معالق صغيره وشواك صغيره، وفي المعلقه اللي هي بتاعه التقديم. دي الاشكال كلها بتاعه المعالق. ده الستاند بتاع السكاكين، بيبقى شامل 4 أو 5 سكاكين والمقص والمسن. يعني كل حاجة شاملة عندهم بجد، وكلها ماركات، كلها حاجة نضيفة، مش هتلاقي حاجة هناك وحشة نهائي نهائي. الفرع ده فرع اصل ليهم، تقدري تعملي سيرش عن المكان. زي ما قلتلك المكان في جنب مديرية الامن في شارع بورسعيد درب سعادة، وموجود في مول وكالة الازهر تحت في الدور الارضي تحت. مش هتطلعي اي حاجة، انت مجرد ما تدخلي هتفضلي ماشية على طول، هتبصي هتلاقيه، اسألي اي حد من اللي فاتحين هتلاقيه جوه. طقم الصيني برضو ده شكله عجبني جدا. الكات اللي هناك برضو براندات، بادئ من 2000 بس فعلا. الاستانلس بتاعه شكل حلو جدا. الازاز خامته حلوة جدا، يعني ما فيهوش اي ضرر. يعني انت بدل ما تروحي تشتري كاتل مثلا ب100 200 300 وانت مش ضامنه خامته، لا. كمان متوفر الجريل اللي برضو الجرانيت بتاعه كوري. هوريكم دلوقتي الكاسات اللي هي بتبدأ من 500، دي اللي هي لو انت مش حابه. عموما اي عروسه بتحب ان هي تجيب غالي على رخيص. يعني مثلا في ناس تقولك عادي اللي هو الرخيص ده اللي شويه بنحطه في المطبخ، او اللي هو لازم أنا اخلط. فهي دي برضو الاشكال اللي هناك هي مش وحشه، بالعكس شكلها برضو في منها السيمبل، في منها المنقوش. وعايزه اقول لكم اللي هي برضو البوهيمي، الحفر اللي عليها كله او الرسم اللي عليها كله بالليزر. ف حاجه مضمونه جدا. برضو اطقم الشربات اهي، دي برضو مش غاليه، مثلا من 1000 2000. انا في بقى طقم صيني هنا معلق معايا بطريقه. طقم الصيني ده شكله شيك جدا. حاول اقرب لكم الكاميرا ولا تحت ده الابيض في جولد ده. بصوا انا متيمه بتفاصيله، كل حاجه فيه بجد تحفه. بصوا تفاصيله تجنن، حلو جدا حلو جدا حلو جدا 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 جدا. يعني كفايه كده عشان ما تجننش بيه. هنا بقى هتلاقوا هنا الفازات، هتلاقوا هنا البونبونيرة، صواني التقديم، الصواني العادية، اطباق الفاكهة. بصوا شكل الحلل من بعيد